في قنبله اتضربت كده في الخباثه، محدش لسه ما سمعتش قوي. ارخص عربيه جديده زيرو في مصر ضربت دلوقتي. ارخص عربيه هي من شركه سوزوكي التو، رجعت من جديد بشكل جديد بتحديثات جديده بسعر 535 الف جنيه. بصراحه انا السعر بالنسبه لي كنت اتمنى اي حاجه تحت ال 500، يعني لو كانوا طلعوا قالوا لي مثلا 499 مثلا، يعني كنت انا بس يلا مش مشكله، ما بعدناش كتير. لمين العربيه دي عشان ما نروحش كلنا نهجم على العربيه ونلاقي عليها اوفر برايس ونلاقي ما سعره قليل؟ ارخص عربيه زيرو 2027. لمين؟ لحد عايز يتعلم السواقه، لبنوته، لعيله صغيره قوي، لاي حد عايز اقل بادجت، عايز اركب عربيه زيرو 2027 وما اخشش في هري المستعمل ومشاكل المستعمل والكلام بتاع المستعمل اللي احنا ما بنحبوش ده. طيب هي العربيه دي نازله ازاي او نازله فيها ايه عشان خاطر برضو ما تلفش كتير لحد ما نعمل لها فيديو؟ 1000 سي سي، تنفس طبيعي طبعا، موتور صغير 3 سلندر متوصل بفتيس مانيوال من 5 نقلات، مفيش اوتوماتيك، هي مانيوال. والعربيه فيها 6 ايرباج، دي مفاجاه كبيره جدا بالنسبه لي. 6 ايرباج، وفيها اي بي اس واي بي دي واي اس بي، وفيها سنسورز خلفيه، وفيها طبعا ريموت كنترول وايموبلايزر ضد السرقه وفيها كاسيت عادي، للاسف ما فيهاش شاشه، بس ماشي يعني. 6 ايرباج حلوين، مواصفات بصراحه حلوه، بس هي كانت بالنسبه لي تحت ال 500 كانت هتبقى حلوه قوي يعني. بس 535 الف جنيه، مبروك عليكم، ارخص عربيه جديده زيرو في مصر من سوزوكي. عربيه طبعا شركه يابانيه، وزيرو اعطال، والتو بقى لها سنين معانا في السوق.